ايه هي مضاعفات الشرخ الشرجي المزمن؟ الشرخ الشرجي المزمن اللي هو بنقول الشرخ اللي عدى عليه اكتر من 4 اسابيع. الشرخ ده عباره عن جرح بيحصل في البطانه الداخليه لقناه الشرج. لما بيعدي عليه 4 اسابيع خلاص عدت المرحله الحاده وبقى شرخ مزمن. اكتر حاجه مشكله بيواجهها المريض اللي هو عنده شرخ مزمن بيحصل ضيق في فتحه الشرج، خصوصا لو كان الشرخ امامي وخلفي، يعني في 2 شرخ مع بعض. الشرخ المزمن بتتغير فيه طبيعه الانسجه اللي موجوده، بتبقى انسجه مش مرنه زي الطبيعيه اللي موجوده، فواحده واحده على مدار مرور وقت شهور بتسبب ضيق في فتحه الشرج. والضيق ده لو زاد قوي بيخلي فيه صعوبه في الاخراج، ما بيبقاش المريض قادر يعمل تبرز خالص، بيحصل حاجه اسمها انحشار برازي او كتله براز بتبقى موجوده، ودي كمان لما بنسيبها بتعمل انسداد معوي، فالتطورات بتبقى سريعه. فبنقول الافضل للمريض العلاج وهو في المرحله لحد اول ما يحصل الشرخ بيبقى علاج بسيط بكريمات موضعيه وبينتهي الموضوع، ولو اتحول لشرخ مزمن فعلاج بسيط بعمليه ليزر وبتخلص المشكله، ما نستناش لحد ما المشكله تكبر. بنتمنى السلامه لجميع المرضى، ومعاكم دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحات الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر. تابعونا.